اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن خدمة جميلة جدا مقدمة من محفظة فون كاش البنك الاهلي المصري، وهي خدمة اصدار البطاقات الافتراضية من خلال محفظة فون كاش. اول حاجة هنوضح يعني ايه بطاقة افتراضية. كتير جدا مننا بيخش على النت وبيبقى مثلا في مواقع مثلا زي امازون ومواقع كتير جدا بنخش نحب نشتري منها اونلاين، وبنبقى خايفين مثلا نتعرض لان البطاقه بتاعتنا يتعمل لها عمليه هاكرز او تتسرق او اي شيء كان. فبنبقى عايزين نعمل حاجه زي محفظه كده مؤقته، يعني بنغذيها بالمبلغ اللي احنا عايزينه على قد العمليه بالظبط. يعني مثلا لو انا داخل على مثلا موقع امازون ولقيت في منتج عجبني، المنتج ده مثلا هيبقى في حدود حوالي 300 جنيه او حاجه، فانا ممكن اعمل محفظه افتراضيه، يعني محفظة مؤقتة من خلال محفظة الفون كاش، بتاخد نفس بيانات بالظبط المحفظة العادية اللي هي الاونلاين. يعني مثلا في ناس معاها حاجة اسمها كارت مشتريات او بطاقة ائتمان. كارت المشتريات ده بيتصدر من الفرع من البنك من خلال من خلال هو مثلا بيبقى طالع بضمان وظيفة او بضمان بطاقة. الميزة في الفون كاش او المحفظة الافتراضية او البطاقة الافتراضية اللي طالعة من خلال الفون كاش، ان هي بتبقى اولا مصاريفها بتبقى صغيره قليله جدا. مصاريف اصدار البطاقه الواحده بتبقى مصاريفها 10 جنيه ايا كان مبلغها. يعني المبلغ حتى لو انت هتحط فيها لغايه 5000 جنيه او 10000 او قصدي او 1000 جنيه، بيبقى مصاريفها ثابته، هي ال10 جنيه الخاصة بالبطاقة. وطبعا كمان بتبقى امان، لان طبعا حتى لو حصل تم الهاك او حد حاول يسرق المحفظة، هيبقى في حدود المبلغ اللي انت عامله في خلال المحفظة. تمام. طيب تعال نشوف مواصفات المحفظة ايه مع بعض. زي ما ظهر قدامنا على الشاشة، تمام، ان رسم الاصدار الخاص بالبطاقة زي ما انا قلت 10 جنيه. صلاحية البطاقة، يعني ايه صلاحية البطاقة؟ يعني انا بعمل البطاقة الافتراضية ديت بتفضل معايا لمدة 24 ساعة. طيب، في حد هيسألني سؤال هنا. طب انا دلوقتي مثلا افترضنا كده ان انا عملت البطاقة وحطيت فيها مثلا 1000 جنيه، وجيت في خلال ال 24 ساعة عدوا عليا وانا مثلا ما استخدمتش البطاقة، ايه اللي بيحصل؟ بيتخصم منها ال 10 جنيه تكلفة البطاقة، وبقية المبلغ اللي هم 990 جنيه بيرجعوا مرة تانية على المحفظة بدون اي مشاكل. تمام كده؟ تمام. بعد كده الحد الاقصى لاستخدام البطاقة 6000 جنيه، هو الحد الادنى لرصيد البطاقة. يعني انا ممكن اطلع بطاقه افتراضيه بتبدا رصيدها من جنيه الى 6000 جنيه. ممكن اعملها ب 100 ب 200 ب 300. عشان كده بقول لكم ان المحفظه دي بتبقى امان، من حيث ايه؟ ان هو مثلا انا ممكن اعمل بطاقه على قد العمليه بتاعتي، وبعد ما بتم عمليه الشراء البطاقه اصلا تعتبر بتتكنسل لوحدها في خلال 24 ساعه، وعمليه الشراء بتتم، ويبقى انا كده امنت فلوسي، وبعدت عن ان حد ممكن يخش على رصيدي ويسرقه، او ان هو يهيك على البطاقه او اي حاجه. والبطاقه بتقعد لها 24 ساعه وبتبقى اكسباير خلاص، ما عادش ينفع حد يستخدمها تاني. فاهم؟ طيب، هل في عدد حد اقصى للبطاقات؟ هو كاتب هنا على ان يتم اصدار 30 بطاقه كحد اقصى في الشهر. يعني انا ممكن اعمل 30 بطاقه كحد اقصى في الشهر، اعملهم كلهم في يوم واحد، اعملهم كلهم مثلا في كل يوم واحده، يعني بمعدل كل يوم في الشهر واحده، بطاقه واحده. طب انا عايز مثلا عملت خمس ست بطاقات براحتي، المهم بحد اقصى 30 بطاقه كل شهر. تمام. عدد مرات الاستخدام، انا ممكن استخدم البطاقه الافتراضيه مره واحده فقط لا غير. يعني ما ينفعش ان انا اعمل بيها كذا معامله. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اروح اشتري اعمل بيها مثلا ايه، اشتري مرتين. يعني مثلا ما ينفعش احط فيها 1000 جنيه، اشتري منتج مثلا ب 500 جنيه وارجع تاني اشتري منتج تاني ب 500 جنيه. هو منتج واحد بس بكام؟ بال 1000 جنيه كلها على بعضها. نوع البطاقه المصدره دايما بتبقى طالعه واخده الشيبس ماستر كارد وليس فيزا. تمام. بتفرق في بعض الناس بيبقى بتفرق معاهم الماستر من الفيزا، لان في بعض العروض بتبقى مخصصه لشركه ماستر، وفي بعض العروض مخصصه لشركه فيزا. تمام. يعني في خصومات يعني في بعض المواقع بتعمل خصومات معينه شركه ماستر، او مثلا بتدي ميزه معينه شركه ماستر، وفي بعض المواقع بتدي ميزه معينه لشركات فيزا او للبطاقات اللي طالعه بفيزا. تمام. طيب، يبقى احنا كده ده كده محددات الخدمه او المحددات الخاصه بالبطاقه الافتراضيه الخاصة بمحفظة فون كاش. تعال نتعمق أكتر ونعرف إزاي بنعمل البطاقة الافتراضية. زي ما احنا شايفين يا جماعه، دي بتبقى واجهه البرنامج. بنخش على الابلكيشن بتاع الفون كاش ساعه لما بنفتحه، بتبقى ديت واجهه البرنامج زي ما احنا شايفين. هنا بيبقى مكتوب رقم التليفون اوتوماتيك لو المحفظه متفعله، بيبقى هنا مكتوب رقم التليفون هنا اوتوماتيك. هنا بنكتب الرقم السري الخاص بالمحفظه طبعا، خاص بينا. والناس اللي شغاله محفظه فون كاش بتبقى عارفه يعني ايه هنا، يعني الرقم السري بتاعها بيبقى عباره عن ايه. بعد ما بنكتب الرقم السري ونعمل تسجيل دخول، بندخل على البرنامج من جوه. بيظهر لنا البرنامج زي ما انتم شايفين قدامكم كده.
تمام. هنا بيبقى رصيد المحفظه بيبقى قد ايه. وهنا لو انا طبعا يعني عايز اشحن محفظتي، بس بشحن المحفظه، المفروض ان انا ببقى بربط الكارت بتاعي بيه المحفظه بتاعتي، وبرجع تاني اشحنه خصم من البطاقه يعني ايه اللي انا رابطها بالمحفظه. ازاي اربط بطاقه يعني ازاي اربط الحساب بتاعي بتاع البنك من خلال كارت الفيزا اللي طلع الحساب على محفظه الفون كاش، وازاي كمان اشحن البطاقه. هسيب لكم لينكات الحلقات تحت في صندوق الوصف عشان خاطر تعرفوا ازاي نشحن المحفظه بتاعتنا الاول، وازاي كمان اربط البطاقه بتاعتي بيه، او اربط الفيزا بتاعت الحساب بتاعي بيه ايه بمحفظه الفون كاش. تمام كده. طيب دي كده يبقى دي اول خطوه. المفروض ان انا كنت قبل ما اعمل خطوه ان انا اعمل بطاقه الاونلاين لازم اكون شاحن الرصيد بتاعي. طريقه الشحن زي ما احنا قلنا، هسيب لكم الحلقه في صندوق الوصف. طيب بعد ما شحنت البطاقه بتاعتي، انا مثلا هعمل بطاقه افتراضيه وليكن ب 10 جنيه بس فقط غير للتجربه، هضغط على الاختيار اللي قدامي اللي هي بطاقه اونلاين اللي انا عامل عليه سهم ده. تمام كده. بعد ما بضغط عليه بيدخلني على الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا. طبعا هنا بيقولك الخصم بيبقى من محفظتي، هنا بيكاتب معلومات عن البطاقه، وبيعرفك ان الحد الاقصى للبطاقه هي الرصيد بيكون لا يزيد عن 6000 جنيه. وبيقول لك ان طبعا بيتم الخصم من حاجه اسمها من محفظتي اللي احنا قلنا من قبل كده، اللي احنا طبعا المفروض ان هي مشحونه. معنى كلمه المحفظه هي رصيد المحفظه اللي موجود عندي، اللي انا المفروض ان انا شحنته من خلال كارت الفيزا اللي انا رابطه بالمحفظه. بختار اختيار المحفظه. هو اصلا الاختيار ده بيبقى اوتوماتيك، يعني بيبقى اجباري، مش مفهوش اختيارات. وبعد ما بعمل الاختيار ده بعمل كلمه استمرار. بندخل بعد كده على الاختيار اللي احنا شايفينه قدامنا. هو هنا بيقول لك ادخل قيمه المحفظه. كاتب هنا ان الحد الادنى للمحفظه من اول جنيه لغايه 6000 جنيه، فبكتب هنا قيمه المحفظه، ولكن مثلا هكتب 10 جنيه للتجربه، هعمل محفظه افتراضيه ب 10 جنيه. كتبت ال 10 جنيه زي ما احنا شايفين. بعد ما بخلص المبلغ بكتب موافق. هنا بيبدأ يراجع الخدمات او بيراجع البيانات معايا. بيقول لي خد بالك انت عملت بطاقة اونلاين ب 10 جنيه. تمام. بيقول لي خد بالك اللي انت عملت بطاقة افتراضية ب 10 جنيه، وتكلفة البطاقة وتكلفة الخدمة دي ب 10 جنيه. ماشي. واجمالي المبلغ المطلوب هيبقى 10 جنيه اللي هو ايه الخاص. وبعد كده بيوضح لك ان يرجى العلم ان بانه سوف تتم خصم تكلفة هذه الخدمة من محفظة الفون كاش، علما بأنه سيتم خصم قيمة العملية المنفذة أونلاين من المحفظة عند تنفيذها. يعني إيه الكلام ده؟ هو هنا عايز يوصل لك بأنه هيخصم تكلفة الخدمة اللي هي دهيت من رصيد المحفظة اللي أنت هتحطه. يعني لو أنا مثلا داخل أشتري حاجة ب1000 جنيه، لازم أكون شاحن عامل البطاقة الأونلاين بتاعتي ب1010 جنيه، لأن هو بياخد الرصيد اللي بينزل في البطاقة بيبقى بيتخصم منه تكلفة الخدمة اللي هي كام؟ اللي هي ال10 جنيه. تمام كده. طيب انا دلوقتي هو هعيد، وانا جاوبت على السؤال ده كده بس هعيد تاني. افترضنا كده ان انا هشتري حاجه مثلا بالدولار، مثلا ببدا طبعا انا طبعا بخش على الايه، بحسب تقريبا تكلفه الدولار بتبقى قد ايه مثلا. وليكن مثلا لو حاجه مثلا ب 10 دولار، فانا عارف مثلا ال 10 دولار هيبقى في حدود مثلا يعني 200 جنيه مثلا او 250 جنيه. بقول مثلا، يعني انا بقول مثلا. تمام. طيب بقوم داخل مثلا شاحن بطاقتي ب 260 او مثلا 200 ب 300 جنيه. ماشي. طبعا البطاقه بتخصم منها ال 10 جنيه، وبعد ما بخلص العمليه بتاعتي الرصيد المتبقي بترد لي اوتوماتيك في الحساب. تمام كده. اهم حاجه ان البطاقه تستخدم كمعامله مره واحده فقط لا غير. يبقى انا كده كلامه يعني مثلا زي انه يعني عيد تاني. انا داخل اشتري حاجه من على النت مثلا على سبيل المثال مثلا ب 1000 جنيه. تمام كده. وال او مثلا بحاجه مثلا قصدي على من على النت مثلا مثلا ب 100 دولار، وانا عارف ال 100 دولار مثلا تكلفتها هتخش لها مثلا في حوالي 2000 ونص، مثلا ايه 2800 جنيه مثلا يعني. انا بقول مثلا. تمام. طيب بدخل احتياطي، بقوم شحن المحفظه مثلا ب 2900 جنيه، بزود مثلا مبلغ زياده احتياطي، وبعد كده بعمل العمليه بتاعتي بتخصم بما يعادل بالدولار، وبعد كده الباقي بيترد لي في حسابي تاني. مع مراعاه، بكرر تاني، ان لو الحاجه دي هشتريها بالمصري وتكلفه الحاجه دي مثلا 1000 جنيه بالظبط، ما اعملش المحفظه ب 1000 جنيه، بعمل محفظه ب 1010 جنيه، عشان خاطر تكلفه الخدمه نفسها بتتكلف كام؟ 10 جنيه. خلاص كده. بعد ما دخلنا البيانات واكدنا وتمام التمام والموضوع كده ما عادش فيه مشكله، بعمل كلمه تاكيد.
بيطلب مني رقم السر الخاص بالمحفظه، بدخله رقم السر الخاص بالمحفظه بتاعي اللي انا فتحت بيه المحفظه من الاول اصلا خالص من ابلكيشن تطبيق من بره، وبعد كده بعمل استمرار. زي ما احنا شايفين هو بيلود هنا، بيحمل، تمام، بيحمل التطبيق، بيحمل العمليه. بيجي في الاخر بيقول لي ان العمليه ناجحه، تمام، وبيقول لي مبلغ البطاقه الافتراضيه كذا. هنا بيبقى كاتب لك رقم البطاقه بتاعتك، اللي هو رقم البطاقه اللي هو كانك بالظبط اللي هو رقم الكريدت اللي موجود على وش البطاقه، تمام كده، اللي هم 16 رقم. وهنا بيبقى كاتب لك الرقم السري اللي هم الثلاث ارقام اللي بيبقوا موجودين على ظهر الكارت. يعني ده كده اللي طبعا لما تيجي الناس اللي بتشتري اونلاين هي فاهمه كلامي، بيطلب منه رقم الكارت اللي هو رقم 16 رقم من على الوش، والثلاث ارقام اللي موجودين على الظهر اللي هو بيبقى رقم السري الخاص بالبطاقه. هنا بقى بيبقى فيه مكتوب شويه معلومات على الجهاز، رقم الجهاز اللي هو رقم المحفظه اللي خارج منه الموضوع، ورقم والتاريخ والوقت، ورقم المرجع الخاص بالعمليه. دي كلها معلومات عامه. اهم حاجه عندك في في الصفحه دي كلها الرصيد قد ايه، وكمان رقم الكارت والرقم السري. دول اهم 3 بيانات تبقى انت عارفهم كويس قوي. الباقي كله بيبقى شكليات، تمام كده، بيبقى حاجات خاصه بالسيستم يعني. طيب، برضو بيبقى خلي بالك من رقم المرجع، عشان ان حصل مشكله في البطاقه بيتم الرجوع للكول سنتر او الرجوع للشكوى عن طريق الكول سنتر بالرقم المرجع الخاص بالبطاقه. فرقم المرجع برضو مهم في حاله لو حصل مشكله في البطاقه، تمام كده. طيب، ده هنا بقيه الصفحه. لو شدينا الصفحه تحت بيبقى جايب لك بقيه البيانات زي ما احنا شايفين، تمام. وبيعرفك برضه تكلفه الخدمه هنا 10 جنيه، مهمه جدا. بعد ما بتخلص وبتراجع كل بيانات لقيت الموضوع تمام، عايز تنشئ محفظه جديده بتعمل انشاء محفظه جديده، بيدخلك عليها اوتوماتيك. لو انت مش عايز تنشئ محفظه جديده واكتفيت بالمحفظه اللي معاك بتعمل تم كده، يبقى انت خلصت انشاء المحفظه اللي موجود، انشاء البطاقه اللي موجوده بالنسبه لك، تمام كده. دي كده كانت كل خطوات ان انا ازاي اعمل محفظه او ازاي اعمل بطاقه افتراضيه عن طريق محفظه الفون كاش. تطبيق الفون كاش هو تطبيق بالنسبه للبنك الاهلي، هو تطبيق مطور جدا على فكره، وفي حاجات كتيره من جوه قويه. هنبدا يعني ان شاء الله نحاول نعمل حلقات الفتره اللي جايه فيه نتناول فيها الحاجات اللي موجوده او المميزات الخاصه ببطاقه محفظه الفون كاش قصدي بصفه عامه. بالنسبه للبطاقه الافتراضيه هي بطاقه ممتازه جدا. من مميزاتها ان هي مش مكلفه، طبعا تكلفتها 10 جنيه تعتبر حاجه قليله جدا، مع الرغم ان تكلفه البطاقات المشتريات اللي بتطلع من البنك ما بتقلش عن 150 جنيه او 250 جنيه. دي اول حاجه عيبها ان هي ليميتد، معنى ان هي هتلاقي حد اقصى 6000 جنيه بس. طبعا بس طبعا هي امان، لان لو حصل حد حاول يخش يسرق الكارت اصلا ما بيتسرقش، لان هو اساسا مؤمن، لان له اكسباير، له 24 ساعه، وطبعا انت بتحط فيه مبلغ صغير يا دوبك على قد العمليه. فلو حصل، حتى لو حد حصل له مثلا ودخل عمل هاك على الكارت، فبيسحب يا دوبك الرصيد اللي موجود في قلب الحساب حد اقصى، ومش هيقدر يخش على حسابك الاصلي اللي هو الحساب اللي انت شاحن منه اصلا الكارت بتاعك. دي الحاجه التانيه. البطاقة يعني فعالة جدا وعملية جدا، وفي كذا حد جربها ولقى ان هي عملية وفعالة وبتشتغل زيها زي بطاقة المشتريات بالظبط، تمام كده. طيب، لغايه هنا تكون خلصت حلقه النهارده. بالنسبه لمتابعيني اللي مشرفيني في قناتي، يا ريت لو عايزين يدعموني يكملوا الحلقه لغايه الاخر، ولايك بقى وتفاعل جامد جدا من خلال الشير بقى والكومنت وكده. اما بالنسبه اللي يشوف الحلقه اول مره، لو انت شايف ان الحلقه عجبتك يا ريت تعمل لايك، وكمان تحاول تعمل شير للحلقه عشان الكل يستفيد، وسبسكرايب للقناه. اشكركم جدا واتمنى اشوفكم حلقه جديده، ومع السلامه.